بيبدأ المسلسل مع ست اسمها أليانور قاعدة على البحر وبتقرر تمارس رياضتها المفضلة ركوب الأمواج، لكن الأمواج بتكون شديدة جدا في الوقت ده لأنهم في شهر أكتوبر، وبتتصاب أليانور وبتدخل المستشفى، وبيجري بايرون ابنها على المستشفى بسرعة أول ما بيعرف اللي حصل لها، وبعد ما بيطمن عليها بيخرج يتصل ببنت اسمها بيني، ولما بيلاقي تليفونها مقفول بيسيب لها رسالة، وبنعرف إن بيني أخت بايرون. بعد سنة بيظهر بايرون عند المحامي وبيستنوا بيبي أخته تيجي، وبنفهم إن علاقة بايرون وبيبي متوترة بسبب انشغالها عن أهلها طول ال6 سنين اللي فاتوا دول، غير إنها ما حضرتش جنازة والدها ولا زارت والدتها في المستشفى لما عرفت إنها مريضة، ولما بتوصل بتعتذر لهم عن التأخير، وبيطلع لهم المحامي الوصية اللي إليانور سابتها لهم قبل ما تموت، وبتكون عبارة عن تسجيل صوتي بيسمعوه، لكن بشرط إن بيبي وبايرون يسمعوه مع بعض في بيتهم القديم. ولما بيوصلوا البيت بيفتحوا التسجيل وبيسمعوا إليانور وهي بتعتذر لهم على انها خبت عليهم حقيقة اصوله طول عمرها، وبتعرفهم ان اسمها الحقيقي كان كوفي ما كانش اليانور، وانها اتربت في وسط عيلة مكونة من اب وام مش في دار ايتام زي ما كانت مفهماهم. بنرجع بالزمن للوقت ده اللي اليانور كانت عايشة فيه مع اهلها، وكانت شاطرة جدا في السباحة وركوب الامواج، ووالدها بيشجعها طول الوقت. بعد فترة والدتها بتموت، وبنشوف كوفي وهي واقفة مع جيس خاطبها، وبتكون عايزة تخرج معاه قبل ما يسافر لندن ويبدأ دراسة هناك، لكن لين والدها بيمنعها، فبتستغله انه مش موجود، وبتعوم مع جيس في وسط البحر وبيأخروا جدا جوه، وفجأة عاصفة بتقوم وبتسبب خسارة كبيرة جدا لأهل الجزيرة، وبيدوروا كلهم على كوفي لكنهم مش بيلاقوها، وبيقف لين يبص كويس في البحر يمكن يلمحها لحد ما بيشوفها وصلت الشاطئ، ولين بيزعق لها لأنها خلفت أوامره وراحت مع جيس. تاني يوم الصبح لين بيجري على تحت بسرعة علشان يشوف المتجر بتاعه بعد ما عرف ان في حريقة قايمة فيه، ولما كوفي بتنزل وراها بيأمرها تطلع أوضتها وما تنزلش تحت، وبعد ما بيروح بيكون قاعد حزين جدا على المتجر اللي راح منه، وبيعرف ان الملاك هم اللي ولعوا فيه لانه اتاخر في دفع الايجار، وما بيكونش عارف يعمل ايه علشان اهل الجزيره يثقوا فيه ويعتبروه واحد منهم اكتر من انه اتجوز بنتهم وخلف منها. والعلاقه بينه وبين كوفي بتكون متوتره جدا بعد وفاه والدتها، ومحدش بيهون عليها غير بيرل مديره المنزل وكانت صاحبه والدتها. بالليل لين بيروح يقابل واحد صاحبه وبينصحه يتجوز كوفي في اقرب وقت لان اهل الجزيره ما وراهمش سيره غير عن علاقتها بجيس. تاني يوم الصبح كوفي بتكون مشغله اغاني وواقفه بترقص في بيتهم، وفجاه شخص اسمه كلارنس بيظهر وراها، وبتتخض كوفي اول ما بتشوفه وبتطلب منه يمشي لان والدها مش موجود، فبيقول لها انها عارف انها لوحدها وبيقرب منها وبيحاول يعتدي عليه، فبتزعق له وبتطلب منه يمشي. بعدها بتدخل اوضتها تلبس هدومها وبتنهار من العياط وبتفضل تخبط في الارض، ولما بتحكي للين اللي حصل بيقول لها ان هو اللي سمح لكلارنس يزورها لانه طلب ايديها منه ووافق، فبتتصدم جدا لما بتسمع كلامه وبترفض انها تتجوز حد تاني غير جيس، فبيفهمها انها لو ما اتجوزتوش هيخلصوا عليه. وفي نفس اليوم بيسافروا هما الاتنين مع بعض في القطر، وبتتسحب بالليل وبتخرج تقابل جيس من ورا لين وبتحكي له اللي حصل، فبيطلب منها تسافر معاه لندن، وهناك هيشتغل 3 شغلانات علشان يصرف عليها، لكن كوفي بترفض لانها خايفه كلارنس يقتل والدها، وبتقول له ان والدها وعدها ينقذها من كلارنس في اقرب وقت ممكن. بعد فتره بيكون يوم فرح كوفي على كلارنس، وبتزعق كوفي لبيرل ولما بتلاقيها بتعمل كيكه فرحها بالرغم ان الكيكه لونها اسود، وبتدخل كوفي القاعه في ايد والدها وبيوصلها كلارنس. وبالليل كلارنس بيقع مره واحده على الارض وبيطلبوا له الاسعاف، وبيشك لين ان بيرل حطت سم لكلارنس في الاكل علشان تنقذ كوفي من الجوازه، وبتستغل كوفي انشغالهم باللي حصل وبتهرب بسرعه من الفرح لحد ما بتوصل للشاطئ، وبتقلع لبسها هناك وبتنزل تعوم في الميه وبتعافر في العاصفه لحد ما بتوصل للكهف اللي متعوده تروحه. اما بيرل وباني اصحابها بيكونوا قلقانين جدا عليها، وباني بتاخد لها اكل ولبس وفلوس وبتروح لها على الكهف هناك يمكن تلاقيها، وبتفرح جدا اول ما بتشوفها وبتديلها الحاجه اللي جايبها لها، وبتعرفها ان في سفينه مسافره لانجلترا النهارده، وبتطلب منها تسافر لاهل والدتها وهناك هيستقبلوها كويس لما يعرفوا انها من الجزيره. ولما بتوصل ست اسمها اليانور بتستقبلها كويس وبترحب بيها في اوضتها. في الوقت الحالي باني بتكون فرحانه بعد ما بتعرف انهم من اصل صيني وان والدتهم ليها اهل ما تربتش في دار ايتام. اما بايرون فبيستأذن المحامي علشان يمشي لانه عنده شغل، وبتقعد باني في البيت تعمل شاي لنفسها وبتتفرج على حاجه والدتها لحد ما بتنام. وتاني يوم الصبح بايرون بيجي من الشغل والمحامي بيسمعهم باقي الوصيه، وبنرجع فلاش باك لكوفي وهي بتجهز هي واليانور علشان ينزلوا الشارع، وبتلاحظ اليانور ان الجزمه بتاعه كوفي مش هتستحمل المطر، وبتنصح كوفي تلبس واحده غيرها، فبتقول لها انها ما معاهاش غيرها لانها كانت مستعجله في الوقت اللي سافرت فيه. وبينزلوا هما الاتنين مع بعض الشارع، واليانور بتعرفها تركب ايه علشان توصل للعنوان اللي عايزه تروحه. ولما بتوصل للعنوان الست اللي هتشغلها عندها
مربيه بتدخلها البيت وبتعرفها على اطفالها. بعد ما كوفي بتروح على السكن اللي عايشه فيه مع اليانور، البنات اللي معاها في السكن بيعرضوا عليها تخرج معاهم لكنها بترفض لانها خايفه تقابل جيس او حد من الجزيره هناك. وفي يوم بتكون قاعده مع اليانور في الاوضه يتكلموا مع بعض عن حياتهم زمان، وتعرف من اليانور انها يتيمه وعاشت حياتها كلها في دار ايتام، وكان حلم حياتها تدرس الجيولوجيا لكن ما كانش معاها فلوس تصرف على نفسها واضطرت تشتغل ممرضه. وكوفي هي كمان بتعيط وبتقول لها انها مفتقده الجزيره والسباحه في البحر، وبيواسوا بعض هما الاثنين. بعد فتره بيكون عيد ميلاد اليانور وبنات السكن كلهم بيحتفلوا بيه مع بعض، وواحده من البنات بتجيب ولد لكوفي علشان ترتبط بيه، لكن كوفي بتكون متوتره جدا ومش عارفه تعمل ايه، فبتيجي اليانور تنقذها منهم وبيرقصوا مع بعض. وبالليل كوفي ما بيكونش جاي لها نوم وبتعرض على اليانور يسافروا مع بعض لجامعه ادنبرا يدرسوا فيها الجيولوجيا مع بعض، فبتخاف اليانور تغامر وتسيب شغلها، لكن كوفي بتطمنها وبتقول لها انهم معاهم فلوس كفايه. وفي نفس اليوم بيسافروا هما الاثنين مع بعض في القطر، وبتعترف كوفي اليانور انها كدبت عليها ومخبيه حقيقتها عن كل الناس، فبتطمنها اليانور وبتعرفها انها موجوده في اي وقت هي حابه تتكلم فيه. والشاي اللي طلبوه بيوصل لكن من غير لبن، فبتقطع اليانور علبه لبن من شنطتها تضيفها على الشاي ولسه هيشربوا منه، فجاه القطر بيتقلب بيهم والخبر بيوصل الجزيره وبيتاكدوا ان كوفي ماتت، وبيعملوا مراسم عزا ليها هي وكلارنس. لكن باني صاحبتها ما بتكونش مصدقه انها خسرت اعز صاحبه عندها، وبتجري بسرعه على الشاطئ في المكان اللي كانت كوفي بتدربها فيه على السباحه، وبيجري والدها وراها علشان يلحقها قبل ما تعمل حاجه في نفسها، وبيهديها وبيفهمها انه هيجيب لها مدرب سباحه يدربها بدل كوفي. اما لين فبيهجم عليه مجموعه من البلطجيه وبيطردوه من المحل بتاعه. وبنعرف ان يوم الفرح لين كان رافض الجوازه ومش قادر يشوف بنته بتتجوز غصب عنها، وبيقف ساكت. وساعتها دخل لمخزن الخضار وقعد في الارض يعيط لحد ما بيرلي لاحظت انه مش موجود، ودخلت وراه تزعق له وتطلب منه يخرج المعازيم بره قبل ما حد ياخد باله، وبيطلب منها تساعده يعملوا اي حاجه علشان يوقفوا الفرح قبل فوات الاوان. وفجاه بيشوف جاس واقف من بعيد بيراقب الفرح، وبعدها على طول كلارنس بيقع على الارض وبيطلبوا له الاسعاف. وبنرجع لكوفي اللي بتحاول توصل لإليانور بعد ما القطر انقلب بيهم لكنها ما قدرتش. وبعد فتره بتفوق في مستشفى في اسكتلندا وبتتفاجئ ان الممرضه بتتعامل معاها على ان اسمها إليانور، وبتقول لها ان صاحبتها كوفي ماتت، فبتتصدم كوفي وبتحاول تفهمها ان هي كوفي مش إليانور، لكن الممرضه بتفتكر امها متاثره بصدمه وفاه صاحبتها، ومن يومها وهي اسمها إليانور. بعد اسبوع إليانور اللي هي كوفي بتفوق، والممرضه بتعرفها انها محظوظه لان مفيش غير 3 بس اللي نجوا من حادثه القطر، من ضمنهم هي. لكن إليانور بتكون متوتره جدا ومش عارفه هتعمل ايه وهتعيش ازاي الفتره اللي جايه، فبتعرض عليها الممرضه تساعدها وبتقول لها انها هتوفر لها سكن تعيش فيه وبعد كده تشتغل علشان تصرف على نفسها. بعد ما بتخرج من المستشفى بتستلم السكن اللي هتعيش فيه وبتدفع مقدم الايجار، وبتنزل تلف في الشوارع تدور على شغل، لكن محدش بيرضى يشغلها اول يوم. وتاني يوم بتنزل تاني تدور على شغل وبتكون موجوده في شركه محاسبه، والمدير بيسالها لو كانت بتعرف تستخدم الاله الحاسبه، فبتقع، فبتقول له انها كانت شغاله عليها في محل على جزيره في الصين، وطبعا ده بيكون محل لين والدها، فبيوافق يشغلها عنده. وبتروح إليانور السكن وهي فرحانه جدا وبتجهز اللبس اللي هتروح بيه الشغل اول يوم. واول ما بتوصل الموظفات هناك بيكلفوها بشغل كتير جدا ما بتلحقش انها تخلصه، وبتضطر تستنى في الشركه لوحدها بعد ما كلهم يمشوا. بعد كام يوم المدير بتاعها بيتعور في ايده، فبيطلبوا من إليانور تساعدهم بما انها موظفه، لكنها ما بتقدرش وبتدوخ اول ما بتشوف الدم، فبيعرف المدير انها بتكذب عليهم وانها مش ممرضه ولا حاجه. وتاني يوم بتلاحظ ان في اخطاء في ملف عميل عندهم، وبتدي الملف لبيستل زميلتها علشان تراجع، لكنها بترفض وبتقول لها انها ما كانتش تستحق الشغلانه دي من الاول، لكن المدير عينها لانه اشفق عليها. فبتضطر إليانور تاخد الملف توديه للمدير بتاعها بالليل علشان يراجعوا بعد ما الموظفين يمشوا. تاني يوم المدير بيجي يزعق لبيستل قدام إليانور وبيعترف بكفاءتها في الشغل عنهم بالرغم انها لسه متعينه جديد، وبيديها عنوان بيته وبيعزمها على العشاء. واول ما بتوصل مرات المدير بتفتح لها الباب وبيقعدوا هما الثلاثه يتعشوا مع بعض، ومرات المدير بتعرض عليها تعمل لقاء صحفي معاها تحكي فيه اللي حصل لها من يوم حادثه القطر، وانها فاقت لقت نفسها في بلد غريبه، فبتتوتر إليانور وبترفض بحاجه انها مش مستعده تعمل كده دلوقتي. بعد ما بتروح الشغل بتدخل تتكلم مع المدير، وبتتفاجئ لما بيسالها عن السر اللي مخبياه عنهم، وبيقول لها انه عارف انها مش ممرضه وانها كانت بتكذب عليهم، فبتفهمه انها استعانت بخبره صاحبتها علشان تلاقي شغل، وفجاه المدير بيوقعها على الارض وبيعتدي عليها. ولما بتخرج من عنده بتكون مصدومه ومش قادره تنطق، فبتدخل الحمام بسرعه تغسل وشها، فبتدخل وراها بس لزميلتها وبتقول لها انها حاولت تطفشها من الشغل في البدايه علشان تحميها، لان المدير ما بيسيبش ست شغاله معاه في حالها. فبتجري إليانور على البحر وبتعوم فيه علشان تنسى اللي حصل لها. في نفس الوقت لين كان بيعوم هو كمان في البحر لكنه كان عايز ينتحر، وبتلحقه بيرل على اخر لحظه وبتعرفه انها هتسيب شغلها في البيت لانها كانت عايشه معاهم علشان ماتيلدا وكوفي، ودلوقتي هما الاثنين ماتوا. بنرجع
اليانور اللي بتركب القطر وبتقرر تسيب اسكتلندا وتهرب من المدير. واول ما بتوصل لندن بتشوف بيت الولد اللي كان عايز يرتبط بيها في عيد ميلاد اليانور، فبيجري عليها بسرعه وبيفرح لما بيشوفها لانه كان فاكر انها ماتت في حادثه القطر بعد ما شاف اسمها في الجرايد، وبياخدها معاه على بيته. وهناك اليانور بتحكي له اللي حصل من ساعه ما قررت تسافر هي واليانور للجامعه للوقت اللي هم قاعدين فيه مع بعض. بتقول له انها كانت فاكره انه نسيها لانه عدى وقت كبير جدا على عيد ميلاد اليانور واكيد ارتبط بحد غيرها. وبنعرف ان بيت من جزيره جامايكا اللي منها كوفي وبتساله عن اخر الاخبار هناك، فبيقولها انه ما راحش ليه فتره طويله، لكن بيت بياكد لها انه لسه فاكره وبيحبها وبتعيش اليانور معاه لان ما عندهاش مكان تاني تعيش فيه. وفي يوم بيكونوا ماشيين مع بعض في الشارع وواحده من البنات اللي كانوا عايشين معاها في السكن بتشوفها وبتسالها هي ازاي عايشه وهم اعلنوا في الجرايد خبر وفاتها، فما بتقدرش ترد عليها وبتجري بسرعه بعيده عنها تعيط. فبيروح بيت وراها وبيعرض عليها تتجوزوا ويسافروا مع بعض لبلد تانية يعيشوا فيها حياتهم، وبتوافق اليانور وبيسافروا مع بعض لامريكا يتجوزوا هناك وبيعيشوا حياه سعيده وبيخلفوا بايرون وبيني. وبيقفوا كلهم يلعبوا مع بعض وبيت بيمثل ظواهر طبيعيه وهم يقولوا هي ايه، ومن ضمن اللعبه بيمثل المد والجزر، فبتفتكر اليانور كل حاجه وبتدخل اوضتها وبيدخل بيت وراها بيعتذر لها. بعد فتره بيكونوا كلهم متجمعين على الغدا وجوني صاحبه بيني معاهم وبتستغل بيني الفرصه وبتعرفهم انها هتشتغل في مطعم علشان تقدر تثبت موهبتها في الغنى، لكن اهلها بيتعصبوا عليها وبيرفضوا انها تشتغل في المطعم بعد كل المصاريف اللي صرفوها عليهم في التعليم، وبيكونوا عايزينها تشتغل شغلانه كويسه. فبتسيب لهم البيت وتمشي علشان تحقق هدفها، ومن يومها ما رجعت لهمش تاني. وبنعرف انها اتعرفت من خلال شغلها على شخص اسمه ستيفن وحبيته جدا لما لقيته مهتم بيها ومؤمن بموهبتها على عكس اهلها، ومن يومها وهو كل حاجه في حياتها. وفي يوم كانت خارجه معاه وجوني صاحبتها شافتهم مع بعض وسلمت عليها. بعد ما بيروح البيت ستيفن بيتخانق مع بيني لانه بيكون شايف انها بتحب جوني اكتر منه، لكن ما بيهونش عليه يسيبها زعلانه وبيجي لها تاني يوم يصالحها وهو معاه بوكيه وردي يقدمه لها. وفي يوم بتكون نايمه جنبه وبتجي لها مكالمه بيبلغوها ان والدها مات، فبتتصدم اول ما بتسمع الخبر وبتقوم تلبس بسرعه علشان تروح لاهلها. ولما ستيفن بيحاول يمنعها بتكمل لبس فبيضطر يضربها لحد ما بيورم عينيها. ولما بيني بتوصل العزا ما بتقدرش تدخل وبتكون خايفه من رد فعل والدتها وبايرون لما يشوفوها. في الوقت الحالي بتروح تتكلم مع بايرون وبتحكي له السبب اللي كان منعها عنهم وبتقول له انها كانت عايزه تتصل عليه علشان يحميها منه، لكن كانت بتخاف انه يرفض يساعدها ويشمت فيها. وبعد ما بيسمعوا التسجيل لإيلانور بيتفاجئوا لما بتقول لهم في النهايه انهم ليهم اخت ثالثه لكن محدش يعرف السر ده حتى بيت نفسه. وبتكمل إليانور حكايتها وبتقول لهم ان اليوم اللي كانت قاعده فيه على البحر ونزلت تمارس ركوب الامواج كانت قاصده تنتحر، لكنها فاقت على صوت الناس وهم بيبصوا عليها وتراجعت عن الفكره والناس انقذتها. وبعد ما فاقت في المستشفى كانت قاعده بتتفرج على فيديوهات طبخ علشان تغير نظام اكلها قبل ما الكانسر ينتشر في جسمها كله. وساعتها شافت فيديو طبخ البنت وحست انها بنتها اول ما شافت ملامحها وسمعت صوتها. على الجانب التاني بتظهر البنت دي في برنامج طبخ وبنعرف ان امها مشهوره جدا، وبعد ما بتخلص شغلها بتتصل على والدتها تعرفها انها خلصت شغل وفي طريقها للبيت وبتركب مع السواق العربيه وبيمشي بيها. وبيظهر انها عايشه حياه مرفهه جدا مع عيله غنيه. وبتقول اليانور ان كان نفسها تسافر للبنت دي تقابلها وتقول لها الحقيقه، لكنها ما رضتش تخرب عليها حياتها هي والناس اللي عايشه معاهم وتكفلوا بيها. بعد ما بتروح البيت بتتعشى مع والدها ووالدتها وجيو ابنها، وبتتفاجئ لما جيو بيقول لها انه مش هيروحوا كليه وهيكتفي بشهاده الثانويه لانه مش حابب حياته هنا ونفسه يرجع روما لاصحابه اللي بيحبهم. وبنفهم من كلامه انه كاره حياه الاغنياء اللي عايشها. بعد ما بتخلص عشاء معاهم بتدخل تكلم جيمس زميلها في الشغل في التليفون وبيتفقوا انهم يخرجوا يسهروا مع بعض. بعدها بتدخل لوالدتها تتكلم معاها بخصوص جيو ابنها، فبتقول لها انه في فتره المراهقه وطبيعي يعمل التصرفات دي، لكن مايبل بتقول لها اشمعنى هي ما عملتش كده لما كانت في سنه. فبتقول لها انها غير اي حد من ساعه ما ولدتها وهي مش شايله همها، وبيظهر ان العلاقه بينهم قويه جدا. بالليل مايبل بتروح تسهر مع جيمس زي ما وعدته، طول ما هم قاعدين بيتكلموا عن الشغل وبيجي لمايبل اتصال فبتستأذن من جيمس وبتبعد علشان ترد على التليفون. وبيكون تشارلز محامي اليانور وبيسألها عن الناس اللي متبنيينها، فما بتفهمش هو بيتكلم عن ايه، وبتقول له انها مش متبنيه ولا حاجه وانها عايشه مع اهلها. فبيقول لها ان اليانور هي والدتها الحقيقيه وان ليها اخوات عايزين يشوفوها، لكن مايبل برضو ما بتفهمش حاجه، فبيبعت لها التقارير تبص فيها علشان تفهم هو بيتكلم عن ايه وبيقفل معاها. ولما بترجع لجيمس بتكون متوتره جدا وخايفه كلام تشارلز يكون حقيقه. في الوقت الحالي بايرون وبيني ما بيقدروش يستنوا اليوم تاني علشان يسمعوا فيه التسجيل الاخير، وبيطلبوا من المحامي يفتحوا لكنه بيرفض لان اليانور موصياه يفتحوا في وجود مايبل. اما بيني فبتقرر ترجع لستيفن تاني وبتتصل عليه تكلمه. في الوقت ده بايرون بيبحث عن مايبل اخت على الانترنت وبيقعد يتفرج على فيديوهاتها وبيلاقي الباب بيخبط فبيروح يفتح وبتكون لينيت مراته، فبيقعد معاها يحكي لها عن اخر التطورات اللي حصلت
حصلت. بنرجع لمايبل اللي بتروح البيت وتدخل لوالدتها الأوضة تصحيها من النوم علشان تسألها عن اليوم اللي اتولدت فيه، فبتقول لها ان شعرها كان لونه اسود وجميل، لكن مايبل بتفكرها انها كانت قايله لها انها ورثت شعرها الاحمر وهي صغيره من جدتها، وبتحكي لهم مكالمه المحامي اللي جات لها من كاليفورنيا. ولما بتكتشف ان كل كلمه تشارلز قالها كانت حقيقه بتتعصب عليهم لانهم كانوا بيكذبوا عليها طول الفتره اللي فاتت، وبتقرر تسيب البيت وتمشي. فبتدخل تصحي جاي وابنها من النوم. على الجانب التاني بايرون بيتصل على بيني علشان يشوف هي فين، وبيتفاجئ لما بيعرف انها موجوده في بيت جيمس، فبياخد عربيته وبيروح لها على هناك. في الوقت ده بيني بتتخانق مع جيمس وبتكسر التمثال اللي في بيته وبتقول له انها مش عايزه تعرفه تاني، لكن جيمس بيترجاها ما تسيبوش لانه مش هيقدر يعيش من غيرها، وبيوعدها انه هيتغير علشانها. وفجاه بايرون بيوصل، واول ما بينزل من العربيه بيفضل يضرب في جيمس لحد ما بيفقد الوعي وبيجيب دم من كل حته في وشه، والشرطه بتوصل علشان تقبض عليه وبيطلبوا منه يسلم نفسه. وبنرجع فلاش باك للوقت اللي اليانور كانت بتسجل فيه التسجيلات اللي ولادها بيسمعوها، وبتمسك صوره لبايرون وهو صغير وبتحكي له عن فرحتها هي وبيت بيه اول ما اتولد، وبتوصف له شعورهم كان ايه وقتها، وبتقول له انه ليه معزه خاصه عندها لانه اول طفل ليهم. بعدها بتمسك صوره صاحبتها وبتوجه كلامها لبيني بنتها، وبتقول لها انها دايما كانت بتفكرها ببيني صاحبتها، وبتعتذر لبايرون على الضغط اللي كانت بتعرضه ليه، وبتكون متضايقه جدا من نفسها وشايفه انها فاشله. في اللحظه دي تشارلز المحامي بتاعها بيدخل عليها وبيشوفها متضايقه جدا وبيسالها عن السبب اللي مزعلها، فبتقول له انها قررت تحكي لاولادها الجزء الاصعب في حياتها اللي عمرها ما قالته لحد، حتى بيت نفسه ما كانش يعرفه، وبتحكي له قد ايه هي متضايقه من نفسها وشايفه انها فشلت في كل حاجه في حياتها الزوجيه. لكن تشارلز بينفي كلامها بسرعه وبيقول لها ان زمان قبل ما ريجينا مراته تموت كان واقف بيتكلم مع بيت، وهما الاتنين كانوا شايفين انهم محظوظين بمراتاتهم، ومجرد انهم عايشوا حياتهم كلها مع بعض من غير ما يتطلقوا فده انجاز لوحده، خصوصا انهم سود، وبيدعمها في انها تكمل التسجيل اللي بدأته. في الوقت الحالي الشرطه بتحقق مع بيني في قضيه اعتداء بايرون على ستيف، وبتعترف لهم ان ستيف كان بيعتدي عليها طول السنين اللي فاتت، وكان بيمنعها من زياره اهلها حتى جنازه والدها ما عرفتش تحضرها بسبب وشها اللي كان وارم من كتر الضرب، وبتفهمهم ان ده الدافع اللي خلى بايرون يضربه. فبيسالوها لو كان معاها ادله تثبت كلامها، لكن بيني ما بيكونش معاها اي دليل يثبت صحه كلامها، وبالتالي شهادتها ملهاش لازمه. في الوقت ده الحراس بياخدوا بايرون للزنزانه، وبيظهر ان فيه مساجين معاه كان عارفهم زمان. تاني يوم ستيف بيتنزل عن القضيه علشان بايرون يخرج من السجن، وبتفهم بيني انه عامل كل ده علشان توافق ترجع له. وبعد ما بايرون بيخرج من السجن بيني بتاخده البيت علشان تداري له اثار الضرب والكدمات اللي على وشه، لانه عالم كبير بيشتغل في مؤسسه عالميه وعنده لقاء مهم جدا مع الصحافه، وبتضحك معاه وتقول له مش بعيد تطلع ترند لو الناس شافتك بالحاله دي. فبيقول لها ان مايبل اختهم هي كمان كانت طالعه ترند من فتره. وبعد ما بيمشي بيني بتمسك تليفونها وبتعمل بلوك لستيف، وبتلاحظ ان في فواتير كتيره جت لإليانور قبل ما تموت، ولما بتفتحها بتعرف ان والدها كان بيتردد على المحلات اللي قريبه من شقتها اللي كانت عايشه فيها بعد ما هربت من البيت. وبعد شويه ستيف بيجي لبيني البيت وبيترجاها ترجع له، لكن بيني بتفهمه انها مستحيل ترجع له تاني، وبتطلب منه يشيل الفكره من دماغه ويبعد عنها. وقبل ما تدخل جوه بيقول لها ان التمثال اللي كسرته في بيته كان قابض $25,000 من الشركه على اساس انها هتكمل التمثال وتسلمه لهم، وبيقول لها شوفي انت هتدفعي مبلغ كبير زي ده ازاي؟ فبتقول له انها ما استلمتش فلوس وما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، والمشكله مشكلته وهو اللي مطالب انه يرد الفلوس تاني للشركه، وبتقفل الباب في وشه. في نفس الوقت بايرون كان بيحاول يداري الجروح اللي في ايده قبل ما حد ياخد باله منها، وواحد من الصحفيين بيساله عن احساسه بانه الشخص الوحيد الاسود في المؤسسه كلها، وبينتهز بايرون الفرصه وبيحكي للصحفيين قد ايه هو بيعاني علشان يثبت نفسه في شغله، وان العنصريه مش سايبه السود في حالهم، وزمايله في الشغل بيحاولوا يوقفوه ويغيروا الموضوع، لكن بايرون بيرفض وما بيسكتش غير لما يقول كل اللي هو عايزه. وبعد ما بيخلص الناس كلها بتسقف له خصوصا السود، لانه عرف العالم كله انهم لسه بيعانوا في شغلهم وحياتهم بسبب لون بشرتهم اللي ملهمش ذنب فيه. والفيديو بتاعه بيطلع ترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي، والناس كلها بتحييه على شجاعته. ولما بيوصل البيت بيلاقي مايبل اخته بتركن عربيتها بره، وبيدخلوا هما الاتنين لبين المطبخ، وبتتفاجئ لما بتشوف مايبل قدامها لدرجه انها بتنسى ترحب بيها. وبايرون بيطلب منها تعمل حساب مايبل معاهم في العشاء، ولما بيقعدوا ياكلوا بتنبهر بالاكل اللي بيني عاملاه، وبتقول له انها شاطره جدا وعندها اسلوب مميز في الطبخ، وبيني بتفرح لما بتسمع كلامها لان مايبل طباخه مشهوره. بعد شويه تشارلز بيوصل علشان يسمعهم التسجيل الاخير بما انهم اتجمعوا زي ما إليانور كانت عايزه، لكن مايبل بتسالهم عن ابوها، فبيقول لها ان إليانور اتعرضت لاعتداء من مديرها في الشغل لما كانت عايشه في اسكتلندا وحملت بعدها على طول،
بتتصدم مايبل لما بتسمع كلامهم وبتعرفهم انها بتنزل لهم عن كل املاكها وبتسيبهم وبتمشي، وبيني بترفض انهم يسمعوا التسجيل من غير ما تكون مايبل موجوده معاهم، وبتسيب بايرون وتشارلز وتروح تشتري اكل لمايبل وتزورها في الفندق اللي قاعده فيه. واول ما بتدخل مايبل بتقول لها انها جهزت كل حاجه تخص سفرها ومن بكره مش هتكون موجوده معاهم، لكن بيني بتمنعها تسافر وبتطلب منها تيجي تسمع التسجيل الاخير معاهم علشان تفهم كل حاجه، وبتعرفها ان اليانور كانت بتتصل عليها طوال السنه اللي فاتت من بعد ما الدكاتره شخصوا حالتها. ولما مايبل بتفكر في كلام بيني بتلاقي انه فعلا كان في ارقام غريبه كتير بتتصل عليها كل شويه، لكن محدش كان بيتكلم، مجرد ما بيسمعوا صوتها بيقفلوا على طول. وبتقرر تروح مع بيني تسمع التسجيل، ولما بتيجي تقعد على كرسي لوحدها بيني بتطلب منها تيجي تقعد معاها هي وبايرون على الكنبه. واول ما بيفتحوا التسجيل اليانور بتعترف لمايبل انها ما تخلتش عنها زي ما هي فاكره، لانها كانت بتحبها ومستحيل تفرط فيها، وان فيه ناس خدوها منها بالعافيه.